يا حرية، يا عزلة القلب، أنت اهتراء الحواس. الطريق إلى عسلك دموي، النظر في عينيك انتحار. يا وسادة الوهم، يا وهم الخيال وأشباحه، يا فرس دمي المنهك. نعيش على ضحالة مائك، على يابس خبزك. ما شئت تهدمي فوق رؤوسنا. فاتح نصيف، من سوريا، مدينة السويداء. لست من نفس المدينة ولكن من مدينة شهبة تحديدا. أعيش بقرية بجانب مدينة شهبة اسمها دوما. الشعر هو بالنسبة لي حالة كارثية حقيقة، وبكل ما تعنيه من كلمة كارثية. وهو ليس علما بقدر ما هو كان له علاقة بنسيجي. الأمل المتآكل، اليأس المتراكم، غول محموم يمتطي أرواحنا إلى المجهول. شفافية الباطل وقبض الريح، منازل الممسوسين، أسئلة تفككنا ترمينا ببصاق الأجوبة. تغتصبنا الأسئلة المؤدية إليها. أفعوان يسمم قلوبنا، يمتص نخاعنا، يخنق رؤانا. من وجهني بهذا الاتجاه وبأن هناك شيء وهو من أعظم الأشياء اسمه شعر هو أمي، وكأنها كانت تروي مسلسل عن إحدى الشخصيات البدوية التي كانت تعيش في تلك المناطق، وهي قصة شعرية. فكانت كل ليلة تقول مقطع من هذه الرواية، من رواية هذا الإنسان الذي اسمه أجود. وكنت لا أنام إلا لأسمع. ونشأت على هذه القصائد، وبدأت تتمحور شخصيتي على تساؤلات إنه ما هذا. تغيمين، تمطرين، تسيلين حافرة مقابرنا عبر أدغال الدم. ما عدت وعي الضرورة، أنت شوكة العقل، أنياب التساؤلات، شمس متقرحة وأرض عقم، بارود المعنى، لغم العقول المتوهمة الهائمة. الرسم هو هو هواية حديثة لها علاقة بصور شعرية كانت لم أستطع كتابتها، أو وجوه لم أستطع شرحها في الكتابة، لأن في ظل الوضع الراهن الذي نعيشه أو يعيشه السوري، أصبحت اللغة صغيرة وقليلة على ما نعيشه وعلى ما تعيشه سوريا. فكان الرسم هو منفذ آخر لأقول شيء لم يستطع القلم التعبير عنه.
وأنا أرى سوريا تضيع بهذا الشكل الذي أصبح مؤلما لدرجة بأنك يعني في كل لحظة أنت تستطيع البكاء على ما تراه يحدث في سوريا، على هذا البلد العظيم، والذي باعتراف كل دول العالم، باعتراف التاريخ، باعتراف المؤرخين الذين ذهبوا إلى سوريا ورأوا ودرسوا عوالم سوريا وحضاراتها، وأنت تراها الآن في هذا التلاشي. سوريا تتلاشى الآن، تضيع من بين أيدي الكل.